اليوم بدي أحكي عن شيء كتير مهم، هو الأحداث اللي صارت أخيرا. اللي صار بالسويداء اليوم، أنا بشد على يديهم لأهالي السويداء وهم محقون تماما. ويجب علينا كلنا أن نعيد تعريف مفهوم من يريد الحفاظ على وحدة الوطن. اليوم يوم بدك يعني طبل للجولاني بحجة الحفاظ على وحدة سوريا، فأنت بتكون غلطان كبير، لأنك أنت هذا الغلط الكتير من وين جاي؟ لأنك أنت معتبر أنه أبو محمد الجولاني إذا بقي حاكم سوريا كلها، حتى لو كان استبدادي، حتى لو كان متطرف وإسلامي متشدد اللي هو، فهو أفضل ما تتقسم سوريا لعدة دول، بعدين مع الزمن بتغير بيجينا واحد تاني غير أبا محمد الجوعاني. حب هذا الإسلاميين معروفين تاريخيا، الحركات الإسلام السياسي بس ركبت على الحكم ما بتنزل إلا بالدم، بيروح عدد ضحايا بسوريا أكثر من اللي راح لإسقاط النظام الدكتاتوري مرتين لحتى نخلص من الدكتاتور الجديد محل الدكتاتور القديم. لذلك أنا بشوف بقاء أقسام من البلد خارج سيطرة أبا محمد الجولاني هو ضمان وحيد للحفاظ على مستقبل جديد لسوريا. كيف يعني؟ نحن اليوم إذا عندي هن ما بيقول لك استقلال، إذا عندك اليوم إدارة ذاتية في السويداء وإدارة ذاتية في شرق البلاد حسكي رقة قسم كبير من دير الزور مع الأكراد، وإدارة ذاتية قريبا إن شاء الله بالساحل تضم لاذقية وطرطوس وريف حمص الشرقي وريف الغربي وريف حماة الغربي، مع محاولات لضم وادي النصارى وكثير من المناطق لهذه الدولة، يعني هي ليس دولة علوية، هو أقليم الساحل والمنطقة الغربية يضم علويين ومسيحيين ومكونات أخرى إسماعيليين ومرجديين، إما راح يكون ذو طابع طائفي فقط، مثل ما هو أقليم الإدارة الذاتية اللي موجود بالحسكة، في عرب وفي أكراد وفي مسيحيين مشكل، مثل ما هو الأقليم الجنوبي اللي فيه دروز وفيه سنة بدرعا وفيه بلقنيطرة، يعني ليس لون واحد كما يروج له. هاي الأقاليم الثلاثة إذا كانت محكومة بطريقة ديمقراطية، طريقة مدنية، عندها إدارة ذاتية وليس انفصال، فهي صمام أمان بوجه أبا محمد وغيره. وقدر هذه الأقاليم في حال تم الاتفاق على دولة ديمقراطية، وهن كانوا واضحين، يعني الدروز بالسويداء وجرمنا كانوا قايلين له نحن معك ونحن أول العالم معك، لكن ها في تحت خط لكن، إذا عملت أنت دولة ديمقراطية مدنية حقيقية، أما غير هيك لا تفكر أبدا نحن ممكن نجي معك، نحن قاعدين محلنا وعم ندير مؤسساتنا وما استقلينا عن سوريا، بانتظار تغير عقليتك أو عقلية أو ما في عقلية أصلا ليغيرها، ما في مخ يعني، أو تتفق دول هالعالم إنه خلص استخدامه، يعني مثل الكوتكس يزتوه بالزبالة ويجيبوا لنا حدا جديد. فهاي الأقاليم هي بقاء هو صمام أمان لمستقبل سوريا. هلا في كتير حمقى، يعني خصوصا في منهم حمقى من المكونات الثانية، يعني مو المكونات الداعشية، بفهموا يعني في مكونات من السنة المدنيين، في من الإسماعيليين، في من الدروز، في من المسيحيين، في هدول مجموعة من الحمقى، يعني ما فينا صنفهم غير هيك. هلا في قسم عمالة وقابض مصاري وكتار وبكره بنحكي عنهم بالتفصيل واحد واحد، وفي قسم أحمق يعني هو عاطفيا لا نريد تقسيم سوريا، كلكم لازم تخضعوا للجولاني بس مشان ما تقسم سوريا ضحوا. هلا هذا عن غشمنة أو عن عمالة أو اللي بدك إياه، ما فهمان الطبخة وعم يدعم الجولاني، أو فهمان وعم يقبض، وبلشت تطلع كتير هيك حركات، فراح نحكي عنها كمان بفيديو مستقل. هدول مو فهمانين شو القصة، إنه هي صمام الأمان الوحيد هو وجود أطراف ثانية، إنه مو كل البلد معك، فهي الأطراف هي إدارة ذاتية، ريثما يصير في اجتماع حقيقي وتمثيل حقيقي، مثل ما شفنا بالمؤتمر الأكراد ما كانوا ممثلين، غيرهم ما كان ممثل، فهدول صمام أمان وحيد حتى نحن نقدر يعني نضمن إنه يوما ما قد تعود سوريا موحدة وديمقراطية ومدنية وقد لا تعود. لذلك أنا بتمنى هذا الفيديو بدكم ترفعوه. الإدارات الذاتية الثلاثة بالبلد هي ضرورية لضمان مستقبل سوريا وإعادة توحيدها يوما ما، أما بقاء الجولاني بهذه العقلية إذا أيدته لن يؤدي إلا إلى مزيد من تقسيم سوريا وإلى مزيد من دمار سوريا. الأيام الجاية في كتير أخبار مريحة رح أخبركم عليها، والإدارات الذاتية الثلاث رح تتوضح بشكل أكثر، ورح نقدر الكل يكون مشارك من كل الأطياف. انتظرونا إن شاء الله هاليومين بنعلن عن شيء جديد.